قريت قصة على جروب من جروبات الفيسبوك المتخصصة في المشاكل الأسرية. طبعا ما اعرفش مدى صدق القصة دي، ولكن القصة دي تحديدا متكررة بأشكال متفاوتة كتير قوي في المجتمع عندنا. بداية الكلام هي أم اللي بتحكي، بتقول إنها نفسها تحنن قلب بنتها عليها هي وأبوها، لأن البنت رافضة إن هي تكلمهم. ليه يا ست الكل عملتوا في بنتكم إيه؟ قالت لك البنت أول ما اتخرجت جالها عريس بلغتنا الدارجة كده لقطة، بس البنت رفضته بدون أسباب مقنعة بالنسبة له. فالاب اصر ان هو يجوزها ليه، لانه عريس ما يترفضش، عنده عربيته، عنده شقته، امه مسافره مش موجوده، فترفضه ازاي ده؟ وفعلا جوز البنت غصب عنها للراجل ده. يوم صباحيتها راحوا عشان يزوروها، لقوا البنت معجونه ضرب وكل جسمها اثار ضرب، وايديها هنا فيها اثار كانها متكتفه وعندها انهيار عصبي. والبنت عماله تعيط وتحكي لهم انه ضربها وكتفها وعمل 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 وعمل. فالعريس بمنتهى البراءه طلع وقال لهم اصل هي ما كانتش راضيه تسمع كلامي، فانا اضطريت اعمل كده وما تزعلوش مني، انا اسف. قالوا له لا يا ضنايا حقك علينا، اكيد بنتنا استفزتك. وراحوا واخدين بعضهم ومشوا، وسابوا بنتهم مضروبه وخدوا بعضهم ومشوا. البنت راحت عامله لهم بلوك في كل حته في الدنيا، على السوشيال ميديا وعلى تليفونها، وما بتردش على مكالماتهم، ولو اتصلوا على تليفون جوزها ما بترضاش ترد عليهم، اما بيروحوا يزوروها ما بتشوفهمش، ما بتقدم لهمش كوبايه ميه، وبقالهم 3 شهور ما شافوهاش. كل اللي بيشوفوه منها ان هم بيشوفوا صورها على السوشيال ميديا وبيلاقوها حزينه، خروجات وفسح وبيخرجها، اكيد بنتنا نكديه، هي ليه حزينه في الصور كده؟ وعايزين البنت ترجع لحضنهم تاني وعايزين يشوفوها، ما شافوهاش بقالهم 3 شهور. يا بجحتكم، عارفين خذلان الاهل ده بيبقى عامل ازاي؟ عارف اما تدب السكينه وتلفها، عارف ده الجرح اللي ما بيلمش، الجرح اللي بيفضل ينزف العمر كله. لو الدنيا كلها نصفتنا واهلنا خذلونا ولا كأن حد نصفنا، ولو اهلنا نصفونا والدنيا كلها جت علينا، هم بالدنيا وما عليها. لو انتوا مش هتعرفوا تنصفوا عيالكم وتبقوا ليهم ظهر وسند، ما تخلفوش. لو هتقطموا عيالكم وتكسروا نفسهم وتكسروا ظهرهم، ما تخلفوش. اللي هتزرعوه هتلاقوه، هتزرعوا قساوة وخذلان وكسرة نفس، هتحصدوا قساوة وخذلان وكسرة نفس بس أضعاف. عايزين حنية وحب وتواصل، ازرعوا حب وحنية وتواصل. عايزين عيل يبقى ليكوا سند لما تكبروا وظهر، خليكوا سند وظهر ليه. انما ان انتوا تزرعوا خذلان وقساوة وجحود كده ومستنيين حنية وطبطبة، ده يخرب بيت البجاحة، ده يخرب بيت البجاحة اللي في الدنيا. الله يعينها، والله يعين كل اللي بيتحط في موقف زي ده ويتخزل بالشكل ده من أهله. الله لا يجعلنا منكم أبدا، ولا يجعلنا نخزل عيالنا ونكسرهم ونقهرهم كده، منكم لله.